ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم محبي وعشاق مسلسل عروس بيروت. سنسرد لكم اليوم أهم أحداث الحلقة 39 من المسلسل، بحيث فارس حضر مفاجأة غير متوقعة للاحتفال بالحب في مطعم بعيد عن الجميع. سارة تهدي آدم والليلة ذهبية وعليها اسمه كامل، الظاهر أنها يوم الحب. خليل يهدي منال باقة جميلة من الورود مع بطاقة تهنئة، وكادت منال أن تتخلص من الورود ولكنها تتراجع، ويكون خليل يراقبها من بعيد. هي تعود للمنزل جاء بوجود خطبة لهادي وتبارك له، وتصعد للغرفة لتجهز نفسها بعد أن عاتبتها ليلى على التأخير. وتصل لنايا رسالة بها عنوان منال. ليلى تتحدث مع أبنائها عن السبب الذي سيأتي لأجله عادل وعائلته، وهو بصفته والد لخطيبة هادي وليس لأجلها، وسيحضر معه زوجته السابقة. عبير لماذا يتم الاجتماع في منزل تقليدي وأن عائلة هادي عائلة تقليدية يستمرون بالعيش مع بعضهم؟ تخبرها أن هادي له منزل مستقل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.